ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في صحة وعافية وخير. جربتي قبل كده طاجن الكوارع؟ حاجة كده في منتهى الجمال. طاجن الكوارع من الحاجات السهلة جدا وبتتباع بره بأسعار خرافية. جربيها في البيت ان شاء الله هتعجبك. مش محتاجين كلام كتير ونسمي الله ونخش على الوصفة على طول. في طاسة على النار حطيت شوية صغيرين كده من الزيت ونزلت البصل مقطعاه تقطيع كبير، دول كان بصل صغير فقطعاه انصاف بس كده. اديته تشويحة كده، انا عايزة اللسعة اللي فيه دي هتدي للطاجن طعم حلو قوي. زي ما انتوا شايفين بقلبه كده عشان ياخد التحميرة اللي انتوا شايفينها دي. وبعد كده هنزل بقى الفلفل الالوان اللي عندي لو موجود، وفلفل اخضر مقطعاه برضو تقطيعه كبيره، انا مش عايزه الخضار بتاعي يبقى ناعم، عايزاه تقطيعات كبيره كده. وبرضو هديله تشويحه كده على نار عاليه طبعا، اهم حاجه. طبعا عندي هنا الكوارع مقطعاها كده مسلوقه طبعا ومتقطعه، وكان فيها برضو لحمه راس، يعني انا كنت عامله اكله كده كوارع ولحمه راس فضلوا كام حته كده، فعملت منهم اكله تانية. طبعا طريقة سليق الكوارع عندي على القناة هتلاقوها في فيديو قصير، وطريقتها حلوة جدا. اديتهم برضو تشويحة مع بعض، وبعد كده نزلت معلقة من السبع بهارات او بهارات اللحمة، وشوية من الفلفل الاسمر، وملح طبعا على حسب رغبتك، وشوية شطة صغيرين لو تحبي. طبعا الطواجن الشطة في الطواجن طعمها بيبقى حلو قوي. هفضل اقلب فيهم كده. بعد كده بقى حبة خلاص على كده تمام، مش ممكن تزودي برضو جزرايه وبصلايه زي انا ما عملت. وبطاطسايه اسفه، حطيت جزرايه واحده وبطاطسايه واحده، لو حبيتي ما حبيتيش خلاص مش مشكله، ما تحطيهمش. بس يعني ايه، كتروا معايا الطاجن شويه. بعد كده بقى معلقتين من معجون الطماطم، صلصه الطماطم او شويه تسبيك الطماطم عندك في التلاجة. شويه حبيتين طماطم خلطتيهم في الخلاط، المهم اللي موجود عندك استخدميه. وحطيت نص كوبايه من الميه وقلبتهم كده. حابه تسيبيهم بقى يستووا على البوتاجاز براحتك. بصوا الاكله دي يعني فيها 100 اختيار، ممكن تسويها كده على البوتاجاز على طول لو حبيتي، وممكن تحطيها في طاجن زي انا ما حطيتها في طاجن. بصوا عايزه اوريكم، بصوا حلوه ازاي. ممكن 10 دقايق على النار كده لحد البطاطسايه ما تستوي وخلاص، وممكن بقى ندلعها اكتر ونحطها في طاجن كده وندخلها الفرن. بسم الله ما شاء الله، كانت حلوه جدا. تعملي بقى جنبها شويه رز كده، أكلة في منتهى البساطة عملناها من بقايا أكل كان عندنا. جربي الوصفة إن شاء الله هتعجبك. طبعا أنا غطيتها عشان أتأكد إنها ما تاخدش وقت كتير، وكمان البطاطساية بتاعتي تستوي وتبقى حلوة أوي. وقبل ما بطلعها بشيل بقى ورقة الفويل وأدخلها كده وأسيبها تحت الشواية شوية. والطاجن زي ما انتوا شايفين كده بسم الله ما شاء الله، طعمه في منتهى الجمال. أتمنى تجربوا الوصفة، ولو أول مرة تشوفيني وعجبك أي حاجة من الفيديو بتاعي لايك وشير للفيديو، وخدي لفة في القناة إن شاء الله فيها حاجات كتير تعجبك. بصوا الجمال بقى، طبعا انا مقطعاها حتت صغيره عشان تبقى على قد الاكل على طول. جربيها ان شاء الله هتعجبك جدا. كل سنه وانتم طيبين.